السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد ووصفة جديدة على قناتكم وصفات هداية. وكنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله جيتكم بالفقاس ونقول لكم عواشركم مبروكه. نوضوا تحضروا الفقاس معايا، فقاس ديال اللوز بلدي غني على التعريف اللي ما كيخطى حتى شي دار مغربيه، يعني لابد من هذا الفقاس نديروه وتحط على المائده. وغادي نبديو على بركه الله. وبالنسبه للمقادير كما كتشوفوا عندي 7 ديال البيضات، وعندي زلافه ديال السكر سنيده، وزلافه ديال الزيت، و160 غرام ديال اللوز، وكاس صغير ديال الجوجلان، وماء الزهر، والزرارع، والقبيصه د الملحه، وواحد الفانيلا، وجوج خمارات حمرين، وشاصيه ديال نسمه البرتقال او زهره البرتقال، والفرص بطبيعه الحال. هنايا غادي تاخذوا اما الضراب ولا قصريه ولا ميكسور، اي حاجه اللي تسهل عليكم التخليط. انا زولت تما كما كتشوفوا جوج ديال الصفار، وهرست البيض، ودرت القبيصه ديال الملح، وضفت هنايا السكر ديال سنيده. وممكن الحبيبه ديالي تعبري بالكاس ديال العنبه، يعني غديري جوج كيسان. هاد الزلافه كتهز جوج كيسان. وغادي نخلط بالضراب ديالي العناصر جيدا، يعني راكي ما تحتاجيش هاد الضراب بحالي، غير انا قلت غادي نسهل عليا العمليه. ما فيا ما يبقى كيضرب في القصريه، وإلا بغيتي ديري القصريه يعني غادي ديريها. زدت الفاني وزدت الزرارع، ودابا كنزيد الزيت كما كتشاهدي معايا. وغادي نبقى مستمره في التحريك حتى اندمجوا ليا العناصر جيدا كما كتشاهدي معايا. وغادي نجيب القصريه ديالي كما كتشوفي، اللي هنايا حطيت اللوز عندي راه فازق، يعني فزقته رقدته في الماء ديال الزهر، وقطعته على جوج، وزدت هذاك الكويس ديال الزعف ديال عفوا ديال الزنجلان، وكبيت العناصر اللي خلطت معكم دابا وزدتهم. وكنضيف الدقيق بشويه بشويه حتى غادي يتجمع ليا الفقاس ديالي كما كتشوفي. انا غادي نبقى مستمره. انا حاطه حدايا في الكميه ديال الدقيق حاطه حدايا كيلو. غادي نبقى مستمره كنجمع في العجينه ديالي، يعني ما خصهاش تكون قاصحه بزاف وما خصهاش تكون جاريه، يعني ان فوا ما تبقاش تلصق لك في القصريه ديالك. بارك عليك. انا هنايا ساليتها في العجينه كما كتشوفيها الحبيبه ديالي، وقطعتها كما كتشوفي على 6 ديال الكويرات. ودابا غادي نشكلها بودان كما كتشوفي، يعني كنحاول نشكل البودان. وقبل كنبقى كتشوفني كنخبطها على سطح العمل. علاش كندير هذيك الطريقه؟ باش داك اللوز يدخل داخل وما يجينيش خارج على برا، باش ما نلقاش شي صعوبه ملي نبغي نقطعو ان شاء الله. هانتي كما كتشوفي كنبقى مستمره في التشكال ديال لي بودان ديالي، وكنخبط فيهم كما سبق ليا وذكرت حتى غادي نسالي كاع الكميه اللي عندي ديال الفقاس، يعني لي بودان. وهنايا راه دوك جوج صفار ديال البيض اللي نقصت قبيله هما هادو، زدت عليهم واحد الشاصيه ديال نسكافيه ما يعادل واحد الملعقه، وغادي ندهنهم من الوجه ديالهم. ممكن تكتفيو نتوما بهذا، غير بالصفار. انا ضفت القهوه باش يعطيني الوين زويون. وهنايا ممكن تستعنوا بالفرشيطه ديروا بها هكا. انا خدمت بهاد الكوبات المسننه هكذا. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله كيشهي. يلا نوضوا يا الحادقات يا الحادقات، راه العيد على الابواب. باش نديروا الفقيقسات. ها نتوما من بعد ما طاب ليا الفقاس، ها نتوما كتشوفوا راه ما تشقق ما حتى حاجه. وهنايا غادي نعطيك واحد الحل اللي غادي تقطعي به الفقاس ديالك بكل اريحيه، يعني ما يتهرس لك ما يتكسر، ما تحتاجي تخليه يبات ولا ساعه ولا ساعتين به فيه، يعني كي ديريه طيبيه غادي تقطعيه في البلاصه كما كتشوفي. غادي نحتاجو واحد السكين اللي غادي تشوفوا معايا من بعد ما غلفتهم كاملين هذا. وغادي ناخذ هذا اللي بودان ديالي اللي طاب، وغادي نقطعو هكذا مائل. بالنسبه للشكل ديال الفقاس انت اللي كتحكمي فيه، بغيتيه كبير بغيتيه صغير بغيتيه مايل انت كتحكمي فيه في التقطاع.
انا غادي نبقى مستمره الحبيبه ديالي في التقطاع ديال الفقاص كما كتشوفي. يعني ما ترققيهش بزاف وفي نفس الوقت ما تغلطيش. انت كما كتشوفي على الفقاص يعني ما كاين لا ضياع على حتى حاجه. يعني الفقاص كيجيك زوين وغزال، وكنعاودو نردوه الفران يتحمر غير بالمهل. وهادو هما الفقيقسات ديالنا. الى عجبوك الفقيقسات يعني جربيهم وسيهم، راهم ناجحين من اول تجربه. ونقول لك ما تنسينيش، الله يسهل عليك من واحد اللايك وبارطاجيه مع الاهل والاقارب باش تعمل فائده. واللي مازال ما مشتركش دخلي الحبيبه ديالي اشتركي معايا وباش توصلي دائما بالجديد ديالي. وهذا هو الفقاص كما قلت لكم راه كيجي زوين. غي جربوه على ضمانتي. نقول لكم بسلامه الى فيديو ووصفه